اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب، تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين يديك، فإنه لا يضيع عندك حق ولا يخيب لديك رجاء يا رب الأرض والسماء، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي احلى اكله مع سموره. الناس الجداد اللي دخلوا عندي في القناه من خلال الفيديو اللي انا رفعته عن فلسطين، اهلا بيكم ومشرفيني ومنوريني طبعا في قناتي احلى اكله مع سموره، قناه مصريه من ست مصريه طبعا بسيطه من الريف المصري. واهلا بكل اخواتي الدايمين معايا في القناه واصحاب القنوات الصغيره، انتم مشرفيني ومنوريني. حابه ان انا النهارده اطلع معاكم بالروتين اللي انتوا شايفينه ده، هسيبكم تستمتعوا بيه من غير ما اشرح فيه اي حاجه. وحابه ان انا اوجه كلمتين كده لجيراني اللي حواليا، اللي بصراحه كده بسببهم هقفل القناه، وبسببهم في حاجات كتيره حصلت في حياتي. انا حابه ان انا اوجه لهم الرساله من خلال الفيديو. طبعا هم فيهم حد هيشوف الفيديو والحاضر هيعلم الغايب، زي ما بيعلموا بعض كده عن كل حاجه. بصوا يا جماعه، انا جيراني بمعنى اصح كده، مش كلهم كمان، يعني بعض منهم. احنا عندنا في الريف هنا او في القرية اللي انا متجوزة فيها، انا متجوزة يا جماعة في قرية مش القرية اللي انا اتولدت فيها، دي قرية جنب كده القرية اللي انا اتولدت فيها. فجيراني هنا الشوارع هنا ضيقة خالص، يعني لو اتنين كده قاعدين على الباب قصاد بعض يعني هيبقوا لازقين في بعض كده، وشهم في وش بعض. طيب ايه اللي جرى يا سمورة؟ هقول لكم يا جماعة دلوقتي ايه اللي جرى. انا بسببهم زي ما قريته كده في العنوان بتاع الفيديو انا هقفل القناة. بصوا كده، مش سايبين حد في حاله. الناس هنا يا جماعة طول النهار قاعدين على الباب. انتوا قاعدين على الباب بتعملوا ايه؟ انا عارفة ان في حد فيكم دلوقتي سامعني. طول النهار انتوا موراكوش غير قعدة الباب، واللي داخلة واللي طالعة واللي خلفت واللي مخلفتش واللي قبضت واللي ما قبضتش. جاية واحدة تقول لي ده من حق انت اخدت الفيزا بتاعت تكافل وكرم. انا اصلا ما قدمتش في تكافل وكرم. مين اللي قال لكم ان انا مقدم؟ انا جوزي متأمن عليه، كان متأمن عليه في شغله في شرم الشيخ، وهو مش هينفع ان انا اعمل حاجة زي دي، ولو ينفع هعملها. انتوا مالكم؟ دعوا الخلق للخالق. انتوا زعلانين ليه؟ قاعدين يقولوا ده قبضت من قناتها وقبضت من مش عارفة ايه، ولا واحنا شايفينها في البريد وبتقبض. مين اللي شافني في البريد؟ مين اللي شافني؟ انت شفتيني فين يا اللي قلتي؟ شفتيني في البريد امتى؟ ما ممكن يكون رايحة البريد ادفع مصاريف مدارس، رايحة البريد اعمل اي حاجة بخصوص قناتي. انت شفتيني هناك امتى؟ شفتيني وانا بقبض؟ ولو حتى شفتيني وانا بقبض مع ان انا ما قبضتش، انت مالك؟ ايه اللي مزعلك؟ يا جماعة دعوا الخلق للخالق، سيبوا الناس في حالها. الناس ماشية متدارية في هدومها، محدش يعرف عن حد حاجة. حرام عليكم. شوية يقولوا ده سمر حامل. انتوا مالكوا برضو؟ انا حامل ولا مش حامل؟ انتوا مالكوا؟ حامل وهو مقربة تولد، يعني انا كمان حملتوني وكمان هنولد، يعني شوية كمان وهنولد. لا حول ولا قوة الا بالله. هو اللي بيحمل وبيولد ده بيولد للناس ولا بيولد لنفسه؟ اللي بيجيب عيال ده بيجيبها لنفسه ولا يجيب للناس؟ يعني انا الحمد لله، يعني الحمد لله ربنا يراضيني ومراضيني بابني وبنتي، وحمد عليهم ربنا. لو فكرت ان انا اجيب تاني او ما فكرتش، انتوا مالكم؟ انتوا زعلانين ليه؟ ايه اللي مزعلكم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دعوا الخلق للخالق يا جماعة. بصوا، يعني انتوا قاعدين كده للسقطة وللقطة، ده فلانة حملت، ده فلانة ولدت، ده فلانة. اهدوا اهدوا، اتكوا على الصبر كده واهدوا على نفسكم شوية. خشوا كده من على الباب، شوفوا اللي وراكوا، شوفوا بيوتكم عايزها ايه، شوفوا عيالكم ناقصهم ايه. يعني انتوا مش عارفة انتوا عايزين ايه من الناس. يعني الحمد لله على اللي ربنا عطيهولنا، اللهم لك الحمد. يعني اعمل ايه؟ انا ليه 15 يوم ما طلعتش على القناة، وزيادة عن 15 يوم
يعني مش عارفه انا اشتغل ومش عارفه يا جماعه، قناتي دي شغل، دي شغل باب رزق لي. وبعدين انتوا المفروض تكونوا يعني مبسوطين بحاجه زي دي، ان انت في حد منكم عارف يعمل حاجه زي دي. ليه بتقفوا كده قدام الناس وبتقفوا في وش نجاحهم ليه؟ يعني انا عايزه نعرف. انا ليا 12 سنه عندكم في بلدكم، جبت سيره حد؟ زعلت حد مني؟ انا بعدي عليكم سلام عليكم، واول ما بتردوا عليا وبسمع الكلام عليا وانا ماشيه بوداني. ليه؟ حرام عليكم. ليه انا عملت لكم ايه ولا زعلت حد فيكم في ايه؟ اقبض لنفسي ما اقبضش لنفسي. بطلوا قر على الناس، حرام عليكم. الناس ماشيه متداريه في هدومها، كان انا ولا غيري. انا ما بتكلمش عن نفسي بس، انا مش بتكلم عن نفسي بس، انا بتكلم عن كل الناس. يعني حرام، حرام لما تلاقي واحده مثلا قبضت، لما تكون مثلا واحده محتاجه وقبضت، زي سلفتي مثلا، سلفتي الكبير ده قبضت، ومن يوم ما خدت الفيزا بتاعتها يعني مش قادره اقول لكم عيالها الثلاثه بيحصل فيهم ايه وانتوا عارفين. واحده فيهم وقعت في المدرسه كانت هتتكسر، والتانية غابت اسبوع تعلق محاليل، والصغيره هتشيل ضوافر رجليها. في ايه يا جماعه؟ ما توحدوا الله كده، وحدوا الله، ما تزعلوناش كده من بعض، احنا جيران يعني، والنبي وصى على 7 جار. فين التوصيه اللي وصاها علينا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ فين؟ قاعدين على الباب طول النهار. ده انتوا يعني لو هو واحده فيكم عايزه تقشر بطاطسيه بتقشرها على الباب. نفسي اطلع مره ما الاقيش حد قاعد في وش بعض على البواب ونازلين سهاري على سيره العالم. حرام عليكم، دعوا الخلق للخالق، سيبوا الناس في حالها. الناس كلها فيها اللي مكفيها. سبتلكوا انتوا الخلفة، انا مش هجيب تاني عشان تكونوا مرتاحين. يعني انا مش هجيب تاني، مش ناوي ان انا اخلف تاني. ولو نويت ان انا اخلف مش لنفسكوا، ده ليا انا. ما تزعلوش نفسكم. انتوا يعني ليه ايه يعني اخلف ولا؟ ما انتوا شاغلين بالكم بحياة الناس ليه؟ اشغلوا بالكم بحياتكم، اتفرغوا لحياتكم ولولادكم. لو توفروا نص المجهود بتاع السهاري على البواب، ربنا ان شاء الله يصلح حالكم جميعا ان شاء الله باذن الله يعني. انما احنا ازاي يعني ما نقطعش في بعض وما نجيبش في سيرة بعض؟ زي ما بنقول كده في الوش مش عارفة هما بيقولوا ايه. والله زهقت والله العظيم، انا من عارفة هنقول ايه. كل شوية واحدة تيجي تقول لي حاجة شكل ده، بيقولوا سمر قبضت من القناة، وسمر قبضت من الحكومة تكافل وكرامة، وسمر حامل. ايه يا جماعة ايه؟ سواء انا او غيره، انتوا مالكوا باللي يقبض ولا ما يقبض؟ انتوا تعلموا بظروف الناس. انتوا عارفين ان العيشة غالية والحياة غالية، والناس الحمد لله ان هي مقضية نفسها وسترة نفسها. شايفين فلان وفلانة رايحة وجاية، ما انتوش عارفين ايه حياتهم عاملة ازاي، مش عارفين كلامكم ده بيعمل في الناس ايه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوفوا اي حد داخل باي كيس في ايديه قولوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ما تتكلموش على حد، مش عليا انا بس، مش طالعة اتكلم عن نفسي بس. يعني انتوا ما مش عارفة في عادة غريبة كده والعادة دي بتزيد. انا مش شايفة حاجة كده كويسة يعني. ايه اللي بيحصل في الدنيا يا جماعة؟ طبعا يعني انا مش بتكلم كده عن بلدنا بس، اكيد في من الناس دي كتير في كل البلاد. حرام حرام، مش كده مش كده. الناس تعبانة والعيشة بقت غالية وفي الامراض بقت كتير. يعني الحمد لله ان احنا الحمد لله ماشيين على رجلنا يا جماعة. انتوا عمالين تقولوا سمر وسمر وسمر. الحمد لله اللهم لك الحمد. يعني انا صحتي والله الحمد لله، انا مش يعني بصوا برضه بكل اللي ربنا يديهولي. ما تعرفوش انا مالي، ما تعرفوش انا فيا ايه، ما تعرفوش انا تعبانه ولا سليمه، ما تعرفوش غيري تعبانه ولا سليمه. سيبوا الناس في حالها، دعوا الخلق للخالق، اتقوا يوما ترجعين فيه الى الله. حرام مش كده؟ حرام. حرام عليكم لما تنظروا العيل ولا تنظروا الطفل ولا تنظروا الست كبيره ولا تنظروا الراجل. يا ناس حرام عليكم، حرام حرام. يعني بصوا، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كده قال ايه؟ قال ان لما شاف يعني الموت، لقى ان اكتر الناس اللي بتموت متأثرة بالعين وبالحسد. الحسد ذكر في القرآن. ممكن واحد يكون بيحسد وما هوش عارف ان هو بيحسد. غير ان انتوا بتحسدوا او ما بتحسدوش، ربنا الحامي سبحانه وتعالى. بس ليه الكلام الياما ملوش لازمة؟ الكلام الياما ملوش لازمة. يا رب يا رب تكون رسالتي وصلت لكم، علشان كل واحدة فيكم. انا بتمنى من الله ان الدنيا تشتي. عارفين انا عايزة الدنيا تشتي ليه يا جماعة اللي بيشوفوني وسامعيني دلوقتي؟ عايزة الدنيا تشتي علشان بيبقى الشوارع عندنا في الفلاحين هنا عبارة عن طينة كده للركب. مفيش واحدة بتعرف تقعد على باب. يعني الشتا ده كده بيدخل الناس جوه بيوتها وبيحبسهم، يعني رحمة والله لين. اللي تقبض بتقبض لنفسها ولعيالها، واللي ما بتقبضش ما بتقبضش لنفسها ولعيالها. كان بقى قبضت من قناتي مرة، اقسم بالله ما قبضتها غير هي مرة واحدة، والحمد لله على اللي حصل لي من بعدها، وندمت ندم عمري. كنت طالعة حابة ان انا افرحكم معايا ان انا حد منكم اشتغل
حد منكم اشتغل وربنا الحمد لله نجحه في حياته وفخر ليكم ويعني حاجة كويسة ليكم وليا انا كمان. المفروض ان انتوا تساعدوني اصلا وتقفوا جنبي وتدعموني وتشجعوني ولو بالكلام مش بالمشاهدة. بس ازاي احنا نشجع بعض؟ ازاي احنا نشوف حد فينا ناجح؟ لا طبعا. بزعل من اللي لو حد جه قال لي ده سمر، انا بزعل والله يا جماعة، ان كان على نفسي او على غيري. انت شفتيني اللي بتقول انا شفتها في البريد بتقول انت شفتيني امتى في البريد يعني قاعدين كده شله مع بعض وبتقولوا بتحكم لبعض يعني. الحمد لله يا رب ان انا باخد حسنات على قفاكم، والله العظيم الحمد لله انا مبسوطه وفرحانه. بس زعلانه عليكم، زعلانه من اللي هيجرالكم. ليه الغيبه والنميمه؟ ليه جايبين في سيره الناس؟ واحده زعلانه تقول يا لهوي ده قبضت وانا قاعده ما قبضت. يا اختي ما تروحي تقبضي. القناه اللي انتوا بتقولوا عليها ونازلين ده قبضت من قناتها وقبضت مش عارفه منين، انا هقفلها بسببكم. لو انتوا كده يعني عينيكوا راشقه كده في عندي يعني. مش عارفه نقول لكم ايه، والله ما أنا عارفه نقول لكم ايه. انا ليا 12 سنه هنا، اقسم بالله ما جبت في سيره حد ولا ليكم ولا في غيركم، يعني انا واحده في حالي طول النهار في شقتي، ما بننزلش نقعد على باب، ما بنشوفش حد. ده فلانه حامل، ده فلانه هتولد، ده فلانه هتجيب 2، ده فلانه هتجيب واد وبيت. ليه يعني؟ ليه ما تسيبوا الحامل حامل ربنا يقومها بالسلامه، ما تسيبوا اللي هتولد تولد، ما تسيبوا الناس في حالها. يا رب تكون الرسالة وصلت لكم، يا رب كده تهدوا على نفسكم شوية وفكروا كويس يعني في اللي بيحصل في الدنيا، وان الدنيا مش مستاهلة. يعني الناس في حاجات كتيرة الناس تشغل بالها بيها، بعيالنا، بالدراسة، بالغلا اللي احنا فيه، بازاي نعدي يومنا، بعبادتنا لربنا، بان احنا نكسب ثواب، بان احنا نحوش حاجة نلقاها في القبر ان شاء الله كده لما ننزله. حرام يا جماعة حرام. انا خلاص كده خلصت اللي عندي وارتحت ان انا قلت الكلام ده، ورب تكون الكلام ده وصل لكم. بتمنى من الله ان يكون الكلام وصل لكم. وطبعا اللي محدش يزعل مني، محدش يلومني على اللي انا بنقوله. لعل وعسى كده تكون في يعني ايه صحوة كده ليكم من عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يعني زي ما قلت الوحش هقول الحلو. في ناس كتير عندنا هنا برضو في القرية اللي انا متجوزة فيها، وعارفين ان انا فاتحة يوتيوب وكده، الناس بتشجع ومبسوطين وكويسين، وفيهم اللي بيتصل بيشكر طبعا في الاكلات وفي الوصفات اللي انا بعملها. وناس بتدعي بتقول ربنا يا رب يجازيكي خير، يعني ان انت بتعملي وصفات برضو سهلة احنا نقدر ان احنا نعملها وكده وبتنجح معاه. خدوا الجانب الايجابي، ما تاخدوش الجانب السلبي. يعني انا الحمد لله بعرف اتعامل مع كل الناس على كل الوانها واشكالها، الحمد لله اللهم لك الحمد. بس انا ما تربيتش ان انا اتعامل مع الناس وحش، ما تربيتش ان انا اكلم حد وحش، ما تربيتش على ان انا اجيب في سيرة الناس. ده انا بالعكس، انا لو في حد جاب في سيرة حد قدام اقسم بالله بسد وداني، يمكن بدافع كمان. بسد وداني يعني بعمل نفسي مش سامعه. ما تزعلوناش من بعض يا جماعه، ما تخلوش ان الدنيا كده تزعل الناس من بعضها. الدنيا مش مستاهله الدنيا، يعني اللي ربنا يقويكم على حالكم ويقوينا انا كمان على حالي وعلى اولادي. الحمد لله انا مستكفيه بولادي ومش ناويه ان انا اجيب تاني. يعني ريحوا نفسكم عشان ما تشغلوش بالكم بيا. بس انا ياما انتوا سبت لكم انتوا الخلفه، كل واحده فيكم ما شاء الله معاها 3 و4، ربنا بس يقويكم عليهم وتسيبوا البواب اللي انتوا قاعدين عليها دي وتخشوا كده تاخدوا بالكم من ولادكم ومن المذاكرة وفي حاجات ياما يعني تلهي الناس عن الكلام الفاضل اللي احنا عايشين فيه ده. في حاجات كتيرة تستاهل ان احنا نضيع وقتنا عليها غير ان احنا نقعد نجيب في سيرة الناس، وفلانة حامل وفلانة مش حامل وفلانة قبضت وفلانة ما قبضتش. طبعا زي ما انتوا شايفين انا خلصت كلامي يا جماعه ومحدش يزعل مني زي ما قلت لكم، بس انا كان لازم ان انا اتكلم واطلع واتكلم والكلام ده يوصل لكم. انا مش همسك كل واحده فيكم اقول لها الكلام ده، طبعا اللي هيسمع الفيديو هيقول لي التاني. انا النهارده كنت عامله روتين كده، النهارده الجمعه وانتوا سامعين طبعا قران الجمعه شغال اهو. خلصت شقتي وخلصت غسيل وعملت كل الروتين اللي انتوا شفتوه. يا رب يكون طبعا الفيديو خفيف عليكم ويكون كلامي كمان مزعلش حد، وخدوا الكلام بالايجابي مش بالسلب يا جماعه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه وفي رعايه الله.